صد حماية لهذا الشعب، ولكن كقوة مدنية في مصر. يعني هو ليه إنجازات كتير جدا جدا في المجال المعرفي. قبل ما ابتدي أقول لكم على الحاجات دي أنا عايزة أقول لكم أهداف حملة صديقون. الهدف الأول هو توضيح إنجازات الجيش اللي أنا هقولها. الهدف الثاني هو شرح أبعاد المعاملة القانونية الدكتور عمرو عمار. الجيش ليه بصمة في كل مكان في مصر، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في الصحة، في الطرق، في الكباري، في الإنشاءات والبنية التحتية، الأمن الغذائي، كل حاجة. ما أعرفش إذا كنتوا عارفين حاجات كتير اللي بنشوفها حوالينا الجيش هو اللي بيقولها. إحنا هنستعرض بسرعة كده من خلال أفلام قصيرة جدا الإنجازات بتاعته، وبعد كده هنسأل سؤال: ليه جيش مصر دخل هذا المجال؟ ليه جيش مصر بيساهم في الناحية المدنية مش بس الناحية العسكرية؟ أول مجال هو مجال الزراعة. ضريبة على الأرض، يعني لو اسمه حد كده يقول لك عليها ضريبة. وبعدين